اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ يا زيزو يا زيزو زيزو مقارنات بالارقام، والاهلاويه طلعوا كلام وصفحات الاهلي انه انتوا عندكم حق. انا ما بعملش احسن حاجه السنه دي، تمام، عندكم حق. لكن انتوا بتعملوا ايه؟ ما تركزوا مع شغلكم انتوا كمان. في الفترة الأخيرة ومع تراجع مستوى الزمالك الملحوظ جدا، وجوده في المركز الرابع وبيصارع الاتحاد على انه يفضل في الرابع اصلا، وبعد اخر ماتش لينا في الدوري والخسارة قصاد الاسماعيلي بنتيجة 2-1، والهدف التاني طبعا اللي جابه روقة بس في نفسه. يا جاي على السمعة درجات، احنا سمعتنا وحشة. السوشيال ميديا ساعتها اثارت جدل واسع جدا حوالين اللاعب زيزو، كلام على ان زيزو بقى بالونة، وزيزو ما بقاش ليه لازمة، وزيزو ده منفوخ على الفاضي، وزيزو ده ما يستحقش ان هو يكون من افضل لعيبة مصر. طبعا الكلام دوت طلع من اخواتنا الاهلاوية اللي شايفين ان زيزو ده بالونة وملوش اي لازمة. تخيلي قالوا علينا ديابه واحنا في الاصل غلابه. انتوا غلابه بجد. احب الموز ابو نقطه. فيقوم زيزو طالع يرد على الانتقاد دوت برد نموذجي جدا، بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ وانا مش عارف ايه الموضوع بالظبط عشان انا مش متعود اتابع السوشيال ميديا كتير، بس انا كنت عايز اقول كلمتين. وجهة نظرك صح 100%. انا عارف ان ال30 مساهمة السنة دي مش احسن حاجة، وانا مقتنع جدا بوجهة نظرك. ركز بقى في مستقبلك واسعى في كذا حاجة، لعل ربنا يكون كاتب لك خير في الحاجات اللي هتسعى فيها، وتكون رزق ليك ولولادك. اسعى في حاجة تقدر تفيد وتعلم اولادك بيها، لان في الاول وفي الاخر محدش هيغير حاجة ربنا كاتبها. كل محاولاتك واجتهادك وتعبك ده كان ممكن يفيدك جدا لو في حاجة مهمة. بتمنى لكم الخير وربنا يوفقكم في اي حاجة كويسة هتسعوا ليها. في الاخر انا الحمد لله رزقي مكتوب وانا بسعى، وربنا دايما ما بيحبش غير الخير. صباح الفل. اهلا وسهلا، اتفضلوا بيتكم ومطرحكم، كل سنه وانتم طيبين. لو هنتكلم ككورة، فزيزو اللي هو بالونة اللي الناس شايفة ان هو ما يستحقش التقدير، ولا كان يستحق انه ياخد احسن لاعب السنة اللي فاتت عشان كل الاجوان بتاعه اغلبها ضربات جزاء. فتعال اقول لك ارقام زيزو اللي هو شايف ان هو مش احسن حاجة، واحنا كزملكاوية شايفين ان هو مش احسن حاجة، وانتوا يا اهلاوية بتقولوا ان هو بالونة. الزمالك السنة دي في الدوري جايب 37 جون، منهم 19 مساهمة من زيزو، 9 تجوان و10 اسيستات. الزمالك في افريقيا جايب 17 جون برغم انه طلع من المجموعات، منهم 10 مساهمات من زيزو، 6 جوان و4 صناعة. فبالعقل انت لما تيجي تقيم لاعب على ان نص اهداف فريقه او نص صناعة اهداف فريقه او نص جوان فريقه بتيجي بسبب زيزو، وانت شايف ان هو مش حلو، فانت كده عندك مشكلة وعايز ايه؟ حد يصلحها لك. وانا بماذا سوف تكلفني؟ انت الحماس كله، انت الرجوله. بيبو، واجه نفسك بالحقيقه. انت حياتك كلها بقت عبارة عن سوشيال ميديا. انت بتصحى من النوم اول حاجة بتعملها بتشوف تليفونك اخر حاجات جات لك وانت نايم ايه، تفتح الفيسبوك، تفتح تويتر، تفتح انستجرام، بتتفرج على السوشيال ميديا يعتبر 80% من اليوم. فسهل جدا لو انا عايز اقنعك بحاجة هفضل اجيبها لك على طول. هيب بقى حاجات بتضحك، حاجات بتزعل، اي حاجة عايز اخليك تتكلم فيها اروح مصدرها لك واقول لك بص ده انت لازم تتكلم في كذا وكذا وكذا. الفكرة ان احنا طول عمرنا كنا بنشوف المقارنات بين لعيبة زي رونالدو وميسي، بين الاتنين جامدين. فبقى عند بعض البشر مخيلات كده ان هو خلاص بقى بيربط كريستيانو رونالدو بانه فاشل ومعرفش يعمل اي حاجة عشان هو بيحب ميسي، والعكس بيقول لك لا ده كريستيانو احق بكل الجوائز وكريستيانو افضل من ميسي مليون مرة. والموضوع كله ان احنا نسينا اساسا نستمتع بالكورة وتشجيعها. انت نسيت تتفرج على الماتش وتستمتع بيه، انت نسيت تتفرج على اللاعب ده وتشوف مهاراته، انت بقيت بتقيمه بالارقام. دي نقطة حاجة حلوة، بس في نفس الوقت بتقطع في جلده على الفيسبوك. بسبب ايه؟ بسبب ان انت مثلا بتشجع الفريق المنافس. طب ما هو كونك بتشجع الفريق المنافس، يعني انا مثلا لو بشجع الاهلي ايه اللي هيضايقني في زيزو؟ اوكي انا بشجع الزمالك، هتضايق من كهربا، هتضايق منه التصرفات بره الملعب، بس مش هتضايق من لعبه، مش هتضايق من يعني لما اشوف كهربا بيلعب كويس وهو فعلا بيلعب كويس، ولما قعد بعد 6 شهور ما بيلعبش وايقاف دولي قلنا خلاص اللاعب ده كبير في السن ولما يرجع مش هيعمل اي حاجه، بالعكس رجع واثبت ان هو حاجه جامده جدا. فكهربا لعيب ممتاز والضغط ما قدرش ياثر فيه زي ما الضغط مش هياثر في زيزو. بس انا لما باجي اتكلم عن لاعب عامل مشاكل
حاجه، وان انا اتكلم عن لاعب ما عملش حاجه اصلا وما جاش ناحيه الفريق المنافس ولا شتم فيه ولا عمل له اي حاجه. كل الفكره ان هو في اللقاء مع عمرو اديب السنه اللي فاتت بعد ما خد الدوري قال لك انا عندي طموحات، وبالنسبه لي ان انا عاوز افضل في المكانه، يعني انا في نادي والجمهور اللي فيه حبيبني وعندي شعبيه كويسه وبطلع على التلفزيون والنادي ده ليه خير عليا وافضل عليا، فانا ليه اروح للنادي المنافس؟ هبقى كسبت ايه؟ حتى لو هياخد مع الاهلي بطولات فهو مش هيكسب احترام الجماهير. وفي الاول وفي الاخر انت بتلعب في نادي فمنتمي ليه، دي حاجه كويسه. يعني انت مثلا تخيل معايا ان انت بتشوف ان جماهير برشلونه فجاه كده صحيت من النوم الصبح لقيت برشلونه تعاقدت مع كريستيانو رونالدو. كل بقى اللي كانوا بيقولوا على كريستيانو رونالدو ما يتقارنش بميسي وكريستيانو رونالدو وسي ويتريقوا عليه عشان شايفينه جامد، هيبقوا شقفوا بقى ويقولوا الله ده حاجه جامده جدا؟ لا طبعا مش هيحصل، او بتحصل بس في النادي الاهلي بس. يعني النادي الاهلي لما بيقعد يقطع في لاعب عشان مثلا ما رضيش يروح عنده بيبقى معاه حق، لكن اللاعب ده لو جه عنده عادي هيبقى الموضوع حلو قوي وهينسوا له كل الشتايم اللي قالوها عليه وهينسوا له كل حاجه يعني. وانا طبعا هديكم مثال لكهربا نفسه. كهربا ده نفسه كان بيغني مع التراس وايت نايتس اغاني ضد الاهلي وكان بيشتم في الاهلي وكان بيقعد يقول انا زملكاوي ابا عن جدا. انا ابن نادي الزمالك. كداب يا بيه. بص انت اهلاوي يا بيه. لا زملكاوي ابا عن جدا. بيقول لك لا ده الزمالك ده بيتي، ده الزمالك ده مش عارف ايه. هو نفس اللاعب اللي جماهير الاهلي طالعه بيه السما دلوقتي وبيقولوا لك ايه ده كهربا وبيغيظوا بيه والسوبر مكهرب ومش عارف ايه. انتوا ارخص ولا عايز الدخيله؟ فانت متخيل ان انت كجمهور بتشتم في لاعب عشان هو كويس وفي نفس الوقت اللاعب ده لو جه عندك هتمجد فيه عشان هو كويس؟ فالحقيقه المثبته ان في الحالتين اللاعب ده كويس. وكلامي هنا طبعا موجه للناس اللي بتنتقد زيزو، الجماهير الاهلي اللي بتنتقد زيزو، لان الجماهير اللي بتفهم كوره عمرها ما هتنتقد زيزو. ممكن تتريق على الزمالك، تحفل عليه ان هو مش في احسن مستوى، وده حلو جدا، ده طبيعي، هو ده التشجيع، واللي هيقول لي عكس كده يبقى راجل ما بيفهمش. لكن انك تقول على لاعب بعينه انه ما بيعرفش يلعب يبقى انت كده ما بتفهمش. انا اسف. بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك. عشان اوضح لك بس الصوره انت بتتوجه فين واللجان الالكترونيه عايزاك تهاجم مين. فانت لو عايز تهاجم زيزو فانا معاك، هاجمه براحتك، بس ما تزعلش من ردة فعله مع الفريق بتاعك عشان ساعتها هيكون رد فعله في الملعب. وانا بحترم جدا اللعيبه اللي بتعرف ترد في الملعب، وانا واثق في زيزو انه هيعرف يرد في الملعب، ولو ما ردش عادي، هو بارقامه يعتبر رد على كل الناس اللي شككت فيه. فما تنساش تقول لي رايك في الكومنت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟